قد يحول دون إنجاز الزيارة المتوقعة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب. فتور يقول المراقبون إنه ترجم على أرض الواقع بإنهاء الرباط مهام سفيرها في باريس محمد بن شعبون في 19 من يناير المنصرم، وهو نفس التاريخ الذي صوت فيه البرلمان الأوروبي. فهل نحن فعليا أمام برود في العلاقات بين الرباط وباريس، وكيف يمكن العودة إلى الدفء بينهما؟ أبدأ في هذا الموضوع مع السيد عبد الحميد بن خطاب. دكتور عبد الحميد بن خطاب من الرباط، أهلا بك معنا. هل توافق مرحبا، هل توافق بداية صحيفة لاكخوا الرأي عندما تعنون بالخط العريض أن فرنسا والمغرب تعيشان بردا قطبيا في العلاقات؟ هذا مؤكد سيدتي، يعني لم يعد يخفى عن أحد أنه العلاقات المغربية الفرنسية يعني تشهد فتورا وبرودة يعني قطبية إن صح التعبير، تعبير جميل. لماذا يعود ذلك؟ هل يعود ذلك لهذا التصويت من قبل البرلمان الأوروبي والذي تتهم أطراف فرنسية بالوقوف وراءه، أم أن الموضوع أعمق من ذلك؟ سيدتي، بحكم أنني أستاذ العلوم السياسية كنت قد ذكرت هذا الموضوع سابقا قبل هذه المشاكل التي وقعت هذه السنة، وقلت على أن الإدارة الفرنسية الحالية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أبان عن جهل شبه تام بالإهانات الخاصة بشمال إفريقيا، وأن لربما تكوينه الاقتصادي المالي حجب عنه أن يرى بعض الخصوصيات وبعض الأمور الدقيقة في شمال إفريقيا، وهذا ما جعله يرتكب أخطاء متعددة سواء من الناحية البروتوكولية أو من الناحية أيضا السياسية أو أيضا من حيث التعبير والخطاب. لاحظنا يعني نفهم من كلامك دكتور عبد الحميد بأن الرئيس إيمانويل ماكرون يعني بحكم تكوينه محكوم برؤيته الاقتصادية ومصالح الاقتصادية لفرنسا؟ بكل تأكيد سيدتي، وأكثر من هذا محكوم برؤية ضيقة لبعض المختصين في القضايا الخارجية والعلاقات الدولية الذين يعتبرون أن علاقات فرنسا بالمغرب لم تعد علاقات ثنائية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الفاعل الذي نتعامل معه، بل يعني تغرقه فيما يسمى بدراسات المناطقية أو دراسات المنطقة، بمعنى أن المغرب الآن أصبح يعني غارقا في وحدات مثل إفريقيا، البحر الأبيض المتوسط، شمال إفريقيا، العالم العربي إلى آخره، الشرق الأوسط. وهذه المفاهيم الجديدة أو المستجدة صح التعبير في التحليل الاستراتيجي أثرت كثيرا في العلاقات المغربية الفرنسية خصوصا، ونحن نعلم على أن هذه العلاقات هي علاقات دقيقة، علاقات شخصية، علاقات متينة، وعلاقات أيضا شراكة. يعني لا يجب أن ننسى أنه بالرغم صحيح هناك مصالح مشتركة بين الدولتين، ليست فقط مسألة مصالح سيدتي، بل هناك مسائل تتعلق أيضا بالقيم وأيضا بالرؤية الاستراتيجية للعالم. المغرب يعني بنى يعني تصوره العلاقات الدولية ولمصالحه الخارجية انطلاقا من علاقته الدقيقة وعلاقته الوثيقة بفرنسا. سنأتي إلى هذه النقطة لاحقا، سنأتي إلى هذه النقطة لاحقا سيد بن خطاب، ومسألة المنظور المغربي أيضا للعلاقات مع الشركاء، هذا المنظور الذي تغير خلال الفترة الأخيرة. سنعود إلى هذه النقطة تحديدا، لكن أذهب إلى السيد كمال بن يونس في تونس العاصمة. أسألك، هل تتفق مع السيد ومع الدكتور بن خطاب في وصفه لحالة العلاقات حاليا، وهل يعود ذلك لسوء في التقدير كما قال من قبل الإدارة الفرنسية الحالية؟ أنا أعتقد أن التوتر الظرفي الذي يقع في العلاقات بين تونس والمغرب والجزائر من جهة وفرنسا من جهة أخرى، أو مع فرنسا مع عدد من العواصم الإفريقية، ظرفي، هي من نوع زعل الحبيب على الحبيب كالضرب بالزبيب كما يقال في العالم العربي. أعتقد أن الرباط تريد أن تضغط
على فرنسا وعلى عواصم أوروبية أخرى حتى يصبح موقفها في قضية الصحراء قريبا من موقف الإسباني ومن موقف هولندا والدول التي قدمت تنازلات كبيرة، وقريبا من الموقف الأمريكي ومن الموقف الإسرائيلي الذي يعتبر أن الصحراء مغربية 100% ويجب غلق هذا الملف. فهي رفع السقف في الضغوطات، لكن الجميع يعلم أن علاقات النظام المغربي، المؤسسة العسكرية، المؤسسة الأمنية، التشابك الاقتصادي مع فرنسا ومع أوروبا الغربية عموما حتى والثقافي والاجتماعي، يعني بحكم الجالية المغربية الكبيرة الموجودة في فرنسا وأوروبا عموما. طبعا، ورغم الانتقادات التي نسمعها إلى فرنسا وإلى الفرنكوفونية، ربما الجزائر والمغرب هي من أكثر البلدان التي لا تزال النخب تتكلم الفرنسية في الشارع في الأماكن العمومية وليس الإنجليزية. بل حضرنا مؤتمرات في فرنسا الفرنسيون يتكلمون بالإنجليزية في المؤتمرات الدولية والمغاربيون يتكلمون بالفرنسية. صحيح. فهذا الزعل وهذه الخلافات سواء مع باريس أو مع العواصم الأوروبية ظرفية، لأنه التبعية والترابط هيكلي. ثم فرنسا بقت 40 عاما فقط تقريبا في المغرب، لكن الاستثمارات التي قامت بها في المغرب هي أضعاف الأضعاف ما قامت به في تونس. تحدثت عن هذا الترابط الوثيق علاقات هيكلية دكتور كمال بن يونس. لكن إن عدنا إلى مسألة الضغوط التي تحدثت عنها قبل قليل وقلت بأنها ربما قد تكون عاملا في هذا التوتر الجديد بين الدولتين، بين فرنسا والمغرب، لكن ألا يمكن أن نقول بأن فرنسا ماكرون حاليا أرادت أن تحدث هذا التوازن الصعب في علاقاتها بين الجزائر من جهة والمغرب من جهة أخرى، وهذا ما لم تنجح في تحقيقه، فكلما حاولت إرضاء طرف يغضب الطرف الآخر، وهكذا دواليك. هذه المشكلة، توازن مستحيل تقريبا. وهناك نعم المنطقة في مرحلة بناء نظام دولي جديد، نظام إقليمي جديد. فرنسا وبريطانيا ودول أوروبا التقليدية خسرت كثيرا من مواقعها في بلدان الساحل والصحراء وفي إفريقيا عموما وفي آسيا. هناك تنافس مع أمريكا، هناك تنافس مع الصين، مع تركيا، حتى إيران دخلت على الخط. 20% من صادرات إيران غير النفطية أصبحت لأفريقيا. تركيا أصبح لديها حضور كبير، الصين، يعني هناك تنافس. في ليبيا هناك تنافس كبير، وفرنسا تريد أن تدخل إلى ليبيا بعد أن كان حضورها أساسا في تونس والجزائر والمغرب. لكن أعتقد أن الرباط تريد أساسا أن تحسم ملف الصحراء في عهد الملك محمد السادس، بعد أن حاولت أن تحسمه في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وتريد أن تضغط على باريس وعلى العواصم العربية، عفوا على العواصم الأوروبية التي لم تقم بالخطوات التي ترضيها على غرار إسبانيا وهولندا، لأنها تعتبر قضية الصحراء أولوية الأولويات. ونعلم أن العاهل المغربي أو السلطات المغربية اتصلت بالرئيس الفلسطيني أبو مازن لما قامت بخطوات التطبيع مع إسرائيل، وقالت نحن متمسكون بدعم القضية الفلسطينية وقضية القدس، لكن أولوياتنا استرجاع أو توحيد ما يسمونه بالأقاليم. فهذا الجزائر والمغرب، يعني الجميع يعلم أن فرنسا علاقاتها في نفس الوقت مع الجزائر ومع المغرب ومع بقية الشركاء. نفس الشيء روسيا لديها علاقات متطورة مع الجزائر، لكن كذلك لديها علاقات متطورة جدا مع المغرب، وتريد أن تدعم سيناريو الأنبوب الغاز الذي يتجه نحو أوروبا عبر المغرب وليس عبر الجزائر. فقط يجب أن أنتقل إلى الدكتور إلياس الباروني في طرابلس. دكتور إلياس، يعني بالنسبة لهذه العلاقات الفرنسية المغربية، وقد أشار إلى ذلك السيد كمال بن يونس، هناك علاقات متطورة تقوم بها عدة بلدان مع الجزائر والمغرب على حد سواء، وقد لا يلجأ المغرب إلى هذه عفوا حصل الآن. لم أكمل سؤالي سيد إلياس الباروني، لا أدري إن كنت تسمعني. نعم أسمعك. نعم، فقط أكمل سؤالي ثم أعطيك الحق في الرد. بالنسبة للعلاقات المغربية الفرنسية، لماذا يمكن أن نستشعر أو أن نعتبر بأن المغرب ينتظر من فرنسا، خاصة في مجال الاعتراف بمغربية الصحراء، ينتظر منها أكثر مما ينتظر من دول أخرى؟ هل هذا صحيح بداية، ولماذا يفعل كذلك المغرب؟
هنا يعني نتيجة هذا التوتر في الحقيقة هو الاختلاف في عملية المصالح. عندما رأت المغرب بأنها منطلقة نحو الانفتاح مع الدول الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة في يتعلق بقضية الصحراء، نجد أن فرنسا تعمل على سياسة الضغط، وأيضا تلعب بورقة الحقوق الإنسان. أيضا دائما سواء كان أمريكا أو أي دول أخرى دائما تضغط على دول شمال أفريقيا وأيضا المشرق العربي بأن هناك مسألة ينبغي الاهتمام بها وهي حقوق الإنسان، وهذه بالحقيقة إلى حد ما فيها نوع من المصداقية، ولكن تمارسها من تحقيق المصلحة أو المصلحة الشخصية لهذه الدولة. وبالتالي رأينا حتى الاعتذار الآن أو التصريح الفرنسي عندما قال وأشار بأن العلاقات الفرنسية والمغربية علاقات استثنائية، أي بمعنى فرنسا لا تستطيع الاستغناء على المغرب، وكذلك أيضا المغرب كذلك بالمثل. وهنا ينبغي على فرنسا أن تعيد حتى ترتيب أوراق هويتها في التعاطي مع دول شمال أفريقيا. في الحقيقة أخطأت وأخفقت في كثير من الأحيان مع أيضا حتى مع الجزائر وكذلك مع ليبيا. فرنسا دعمت خليفة حفتر بكل قوة وخسرت المعركة. اليوم تراجعت قهرها إلى الأمام قليلا، وأيضا ينبغي عليها اللحاق مع إيطاليا ومالطا ومع أمريكا وتركيا لتحقيق المصلحة الثنائية، أي بمعنى المصلحة الفرنسية مع دول شمال أفريقيا وفيما بينهم ليبيا الجزائر وكذلك تونس. ومسألة الصحراء أيضا مسألة معقدة جدا، وهي كما أشرت قبل قليل يا دنيا بأنها مسألة فيها نوع، إذا وقفت مع الجزائر تقف مع المغرب، وإذا وقفت مع المغرب تقفين مع ضد الجزائر. إذن هذه في الحقيقة مسألة شائكة جدا، وبإمكان فرنسا أن تلعب دور الوسيط ودور تقريب وجهات النظر للوصول إلى حل جذري لقضية الصحراء، ناهيك عن قضايا أخرى تكاملية اقتصادية. المغرب الآن منطلقة إلى الأمام نحو دعم اقتصادها الوطني ونحو الانفتاح. ينبغي فرنسا أن تنظر بعين إيجابية وتحقيق المصلحة الثنائية وليس مصلحة الفردية. واضح. أعود إلى الدكتور عبد الحميد بن خطاب في الرباط. ربما أعيد طرح السؤال الذي طرحته قبل قليل على السيد الياس الباروني. يعني نعلم وقد أشار كمال بن يونس إلى ذلك، ونعلم هذا جيدا بأن المغرب الآن غير المعيار أو المنظور الذي يقيم به علاقاته مع الشركاء، وأصبح يضع مسألة الصحراء في أولوية أو على رأس هذا المنظور. لماذا يمكن أن نعتبر بأن المغرب ينتظر أكثر من فرنسا في هذا المجال؟ وهل ما شاهدناه مؤخرا من شد وجذب ومد وجزر يندرج في هذا الإطار؟ هو يندرج في هذا الإطار بكل تأكيد. نحن نعلم على أن قضية الصحراء وقضية ما نسميه في المغرب بالوحدة الوطنية هي مسألة ثابتة، يعني بغض النظر عن التغيرات الظرفية والجيوستراتيجية. يعني المغرب بالنسبة إليه قضية الصحراء مسألة حياة أو موت. فليعلم من يريد أن يعلم ذلك وينفي ذلك من يريد. الأساس في هذا وهو أن المغرب يعتبر أن الموقف الفرنسي فيه الكثير من الجبن. لماذا؟ لكن هذا ليس جديدا دكتور بن خطاب، لكن هذا ليس جديدا. يعني نعلم بأن الموقف الفرنسي ظل على لن نقول الغموض، بل يعني ربما هذا اللبس لمدة عقود، ليس فقط اليوم أو أمس. نعم سيدتي، لكن نحن نعلم على أن ما الذي تغير؟ على أن بالفعل تغيرت الكثير، جرت مياه كثيرة تحت الجسر سيدتي. نحن نعلم على أن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء قد غير الكثير. نحن نعلم أيضا على أن التصعيد اللفظي للجارة الشقيقة الجزائر أيضا قد أثر الكثير في تصورنا لقضية الصحراء. وبالتالي مطلوب من أصدقاء المغرب، من هؤلاء الذين يحترمون المغرب، أن يعبروا صراحة عن رأيهم إزاء مقترح لم يتم التعامل معه بجد، وهو مقترح الحكم الذاتي. إلى حدود الساعة ليس هناك من رد ولا هناك من حل بديل للحل الذي قدمه المغرب. لكن مثلا هناك سؤال مطروح في هذا السياق وأنا أريد أن أناقشك فيه دكتور بن خطاب. مثلا المغرب لديه علاقات وثيقة بدول أخرى لا تعترف بانتماء الصحراء إلى الأراضي المغربية. دعنا نقول روسيا مثلا، وروسيا لديها في نفس الآن علاقات
متطورة مع المغرب وعلاقات وثيقة أيضا مع الجزائر. لماذا لا يطالب المغرب دولة مثل روسيا مثلا بموقف محدد؟ لماذا يضغط على الدول مثل فرنسا؟ قد تفهمين ذلك بسرعة سيدتي، لأن فرنسا ليست هي روسيا. فرنسا هي شريك استراتيجي، هي حليف استراتيجي، هي أيضا يعني الدولة التي نتعامل معها بشكل مكثف، هي الدولة التي تربطنا بها العلاقات متعددة الأبعاد، وبالتالي لا نحكم يعني بنفس المقياس أو بنفس المعيار بالنسبة لفرنسا وروسيا. مطلوب من فرنسا اليوم أن تلعب دورا وسيطا إيجابيا في هذه القضية، ونحن نعلم على أن هناك حلول قد جربت لحل مسألة الصحراء ولم تنجح، خصوصا الحلول القانونية. سيد الخطاب، وأنا هنا أطرح وجهة نظر المقابلة. هناك من يعتبر أن ما يقوم به المغرب في هذا الإطار ابتزاز. إذا اعتبرتيه ابتزاز فليكن سيدتي. أنا لست أنا من أعتبره ابتزازا. يعني هناك أطراف، حتى أطراف سياسية في فرنسا، من يقولون هذا ما يقوم به المغرب ابتزاز. يعني سيدتي، في العلاقات الثنائية بين الدول هناك احترام متبادل، هناك أيضا مراعاة للمصالح المشتركة، هناك العديد من الأمور التي تؤخذ بعين الاعتبار. لا يمكن لفرنسا أن تتعامل مع المغرب كما تتعامل مع دول لا يعني دول بعيدة. يعني المغرب له علاقات جد استثنائية بفرنسا، وفرنسا مطالبة على الأقل من الناحية المبدئية أن تعبر على الأقل عن موقف يذهب في اتجاه حل هذا المشكل، لأنه فعلا هناك مشكل وهناك مأزق. لماذا؟ لأن هناك مأزق قانوني على المستوى. نحن نعلم على أن قضية الصحراء على المستوى القانوني وصلت إلى الباب المسدود. لا يمكن اليوم المحاججة بشكل قانوني في الدفاع عن هذا الموضوع. إذن هناك قضايا، هناك حلول سياسية يجب أن تطرح، وأعتقد أن فرنسا يمكن أن تلعب دورا أساسيا، وأيضا الاتحاد الأوروبي، ليست فقط فرنسا. أيضا الاتحاد الأوروبي يمكن أن يلعب دورا أساسيا. لماذا؟ لقد طال أمد هذا النزاع بشكل عبثي تقريبا بسبب مصالح ضيقة لبعض القوى هنا وهناك، وهذا ما أثر كثيرا في المشهد المغاربي. وأعتقد أنه لو فرنسا أخذت موقفا شجاعا لا تم حل هذا المشكل بشكل بسيط تقريبا، وأعتقد أن الحل بسيط جدا. واضح. ننتقل